لكل واحد مهموم، شي واحد حزين، شي واحد كيتسنى تستجب ليه الدعوة ديالته، شي واحد عنده شي كرب، شي أزمة، شي وحدة كتمنى تزوج، شي وحدة كتمنى الذرية الصالحة، أي واحد كيتمنى شي حاجة. هذه فرصة ديال رمضان اللي هي نعمة، الحمد لله على كل حال. الحمد لله أننا دركنا رمضان وباقي عايشين وباقي في الحياة. خصنا نستغلو كل وقت في هذا رمضان. غادي ندوي على كيفاش غادي نستغلو رمضان. فيه 30 يوم، حنا رمضان غادي نقسمو 3 ديال الأقسام. عندك العشر الأوائل والعشر اللي كاينين في الوسط والعشر الأواخر اللي غادي ندركو فيها ليلة القدر. بالنسبة لحنا في هذا لا فيديو غادي ندوي على العشر الأوائل شنو غادي نديرو فيهم. من بعد كل عشر غادي ندوي على البرنامج اللي غادي نديرو فيه. بالنسبة لهذا البرنامج شنو غادي يكون فيه كل واحد فيكم والبرنامج اللي غادي يمشي عليه. كاين اللي كتكون كاين اللي ربة بيت، وكاين اللي موظفة، كاين اللي كتقرا، يعني كل واحد والوقت ديالو. شنو هما العبادات اللي خاصكم ديروها في هذا رمضان؟ اول حاجة الصلاة في وقتها، حاولوا ما امكن تصلوا الصلاة في وقتها. الا عندكم عذر هذا كتعتبر عذر، لكن الا ما كانش عذر كل واحد يصلي صلاته في الوقت من الاحسن. كل صلاة في الوقت ديالها كتكون احسن وكتعطينا الوقت باش نديرو شحال من الحوايج والوقت ديالنا كيكون منظم. ثاني حاجة أذكار الصلاة، أذكار الصباح وأذكار المساء. حاولوا نحافظوا على الأذكار ديالنا باش نكونوا حصن لنا من الشيطان وتوفيق من الله باش نقدروا نثبتوا على الأعمال اللي غادي نديرو. حاجة أخرى الصدقة، حاولوا ما أمكن كل يوم في هذا رمضان ديروا صدقة. صدقة على الطيور، على القطط، أو لا المال إلا غادي تقدري تعطي شي واحد تصدقي بيه، شي وقفة تعطيها لشي واحد، إطعام مساكين فقراء. أو لا ما قدرتيش ديري صدقة، إطعام كتطيبي في الدار كتعتبر حتى هذيك صدقة. كتكوني كطيبي في الدار ديال ربة بيت وكطيبي الماكلة لراجلك ووليداتك والناس اللي في الدار، هذه كتعتبر صدقة. ما تحقريش ماشي تكوني كطيبي في الكوزينه وانت غاضبه وكتقولي جدا ندخل هاد الكوزينه شهادة النار، بالعكس حتى بها اجر. راه صدقه هذيك، راه درتي اطعام دوك الناس اللي في الدار، خديتي صدقه. حاجه اخرى، ثالث حاجه صلاه الضحى. الا قدرتوا تصلوا صلاه الضحى كتكون من ديك الجويه قبل الظهر، المهم من ديك 9 حتى ديك اللحظه تقدروا تصلوا الظهر ديالكم. زعما قبل الظهر كتكون تصلي 2 ركعات ولا 4 ركعات 6 ركعات اللي قديتي عليه. ديك صلاه الضحى راه كتعتبر صدقه حتى هي. رابع حاجه النوافل، الا قدرتوا ديروا النوافل يكون احسن. النوافل يعني كتصلي الصلوات ديالك الخمس، كتصلي النوافل ديالك حتى هما احسن، كتقربي من الله اكثر. الا كنتي في الدار ما كديري والو صلي النوافل ديالك. كنتي خدامه قدرتي تصليهم، ما قدرتيش الا قدرتي صلي غير ديك 2 ركعات ديال الضحى، هذيك يكون احسن. حاجه اخرى قراءه القران، حاولي بديتي تقراي القران ديالك، ديري ورد كل نهار قراي صفحه 10 الصفحات اللي قديتي ليه. حاولي يكون ما يجي فين يسالي رمضان تكوني ختمتي القران ديالك. داكشي علاش قلت لك بداي كل نهار قراي. الا مثلا في الويكاند هذاك الوقت حاولي تجتهدي قراي 2 الاحزاب 3 الاحزاب باش من يجي ختم رمضان تكوني ختمتي القران ديالك وعندك اجر عظيم. بقاش كل عمل كديرو في رمضان كيتضاعف اكثر من الايامات العاديه. حاجة أخرى قيام الليل اللي هما صلاة التراويح. كتصلي التراويح ديالك سوا مشيتي للجامع سوا صليتي في الدار ماشي مشكل، المهم تصلي التراويح ديالك اللي هما 13 ركعة. تصلي التراويح ديالك مورا العشاء كتبداي تصلي التراويح ديالك. الا بغيتي تصلي الوتر، الا بغيتي تخليه حتى لقيام الليل اللي كيكون قبل الفجر. حاجة أخرى قيام الليل، حاولي تصلي قيام الليل ما غادي تسحري قبل يود الفجر. تصلي لك 2 ركعات ديالك ولا 4 ولا 6 اللي قديتي ليه وتختميهم بالوتر. حاجة أخرى كذلك اللي هو الدعاء. الدعاء في رمضان كيكون مستجاب، والأوقات ديال الدعاء كاين الدعاء عند الأذان، ما كيكون كيأذن المؤذن مجرد كيسالي الأذان ديالو كتدعي. حاجة أخرى كاينة ساعة الجمعة مورا العصر حتى المغرب كيكون الدعاء مستجاب في يوم الجمعة، وكذلك في الأيامات كاملين كيكون مستجاب. ولكن في السنة ديالي ذكرت بزاف الجمعة، العصر الجمعة كيكون الدعاء فيه مستجاب. كذلك دعوة الصائم كتكون مستجابة عند الإفطار، ملي كيأذن المؤذن كتدعي الدعوة ديالك وكتمشي تصلي المغرب ديالك. كذلك الدعاء في قيام الليل
كيكون مستجاب. الدعاء في الصلوات، في الصلوات الخمس ملي كتكون تصلي الصلوات ديالك الخمس. كذلك ملي كيقرب يود المغرب، هي اللي قلت لكم ملي كيقرب يود المغرب كتبقى ليه ديك 10 دقائق 20 دقيقه كتقولي الدعوات ديالك. تقدري في هاد الدعوات ديالك تاخدي شي اجنده، شي مذكره تكتبي فيها كاع الدعوات ديالك. والدعوات اللي غادي تكتبي ما تكتبيش مثلا انا بغيت سياره، انا بغيت الطوموبيل. حاولي تدخلي فيها احاديث. قولي مثلا يا رب يا وهاب يا رزاق أسألك رزقا حلالا طيبا مباركا أنتفع به لنفسي ولديني ولوالدي وكل من يحتاجني. اللهم ارزقني سيارة كذا، ارزقني الزوج الصالح. يعني الدعوات يكونوا فيها داكشي اللي بغيتي، وتزيدي فيها الآيات مثل ربي إني ما أنزلت إلي خير فقير، ربي لا تضعني فردا وأنت خير الوارثين. يعني كل دعوة كتدعيها دخلي فيها الأحاديث باش يكون الدعاء قوي، فهمتيني. كذلك مهم هادو هما اللي كاينين واللي تفكرت. ولا شي واحد عنده شي حاجه بغى يزيدها كذلك الذكر. حاولي نهار ما يدوش ودي فمك ساكت، حاولي تذكر الله. تذكري كثر من الاستغفار، الصلاه على النبي، التسبيح، دنون، الحوقله اللي ارتحيتي ليه. حاولي تجدي كل نهار الا قدرتي بقى غير تستغفري كل نهار. حاولي ديري التحدي نهار توصلي تفوتي 10,000 استغفار. الا قديتي ليها فوتي 10,000، وصلتي 30,000 مزيان، برافو عليك. قدرتي توصلي 100 200 ماشي مشكل، ولكن احسن حاجه هو الذكر. الا كان الذكر كتير كتلقاي الثمرات، ماشي بحال ما كيكون قليل. لقاش انت راه الذنوب، عرفتي شحال من الذنوب درتي. وباش تستجب لك الدعوات ديالك حاولي. حنا دابا في رمضان هاد العشر الاوائل باش تقدري ربي يوفقك لليله القدر. حاولي اي واحد درتي ليه شي حاجه طلبي منه الاعتذار. اي واحد خديتي منه عنده شي حاجه رجعيها ليه. المظالم يعني دوينا عليها في داك الفيديو اللي قلت لكم اللي كيف استغلوا رمضان. اي واحد كيتسالك شي حاجه ولا انت كتسالي ليه، حاولي تفكي الديون ديالك. الديون ديالك واخا غير ضرب شديتي عند صاحبتك زعما رجعتيها ليها، رجعها ليها. لقاش كتحسب عليك كتكون فوق ظهرك، يعني خصك ترجعها ليها. اي حاجه ديالك، شي تبصيل شي لبسه ماشي ديالتك والواحد ما عطاهاش ليك خلاها لك مثلا انت ترجع له وانت ما رجعتيهاش ليه، رجعها ليه. بعدك ما ديري بها الحاجه ديال الواحد ما حد ما قالكش هاكي خديها ما كمشي ديالك، رجعها ليه. هذا راه كيحبس لك استجابه الدعوه. الذنوب وباش الدعوات ديالك تستجب دغيا حاولي تستغفري بزاف وتذكري. ديري هادشي دابا اللي قلت لك، كتكوني خفيفه وكتنقي من الذنوب وربي كيتستجب لك الدعوات ديالك. وفي الوقت المناسب وان شاء الله غادي يكون هذا العام هو الوقت المناسب اللي غايزن ربي باش يستجب لك الدعوه ديالك. كذلك سورة البقرة إلا قدرتي تقيمي الليل بسورة البقرة غادي يكون أحسن وأفضل بكثير. المهم هادو هما بعض العبادات والطاعات اللي غادي تحاولوا تركزوا عليهم. وحاولي تسمعي الدروس الدينيه. ولا كان عندك شي خدمه ديريها، كان عندك شي قرايه قراي، كان عندك شي هدف خدمي عليه. ولكن حاولي حاولي في 11 الاوائل ما تفوقسيش على راسك بزاف. مثلا كتصلي 14 ركعه ديال قيام الليل، كتصلي 20 ركعه ديال قيام الليل، كتقراي القران بزاف. بغيتي تقراي نص ديال القران، لا حاولي. هذا دابا حنا في هاد العشر الاوائل بحال كنتي كتستعدي كتجهزي بحال قلتي العاده كتحاولي تولفيها. من بعد في عشر الوسط كذلك كتثبتي ديك العاده. والعشر الاواخر فاش كيكون الاجتهاد اكثر. يعني ديك العشر الاواخر غادي ديري فيها واحد الاجتهاد اللي بزاف. يعني الا كانت عندك شي حاجه حاولي تيفيتيها. كان عندك شي هدف اي حاجه كانت عندك غادي تحيديها، غادي تركزي في العبادات فقط. لحقاش ديك العشر الاواخر كتكون فيها ليله القدر. حنا مابغاش نقولوا بان ليله القدر هي 27، تقدر تكون في 21، تقدر تكون في 29، انت ما ادراك. داكشي اللي قلت لك 10 الاواخر غادي يكونوا هما فاش غادي نجتهدوا بزاف اكثر. دابا حنا كنحاولوا ندربوا كنبداو بشويه بشويه باش نثبتوا ونولفوا العبادات ديالنا. وان شاء الله ملي يجي يفوت رمضان تكون الدعوه ديالنا مستجابه، نكونوا تغسلنا من الذنوب وتثبت عندنا العاده ديال قراءه القران اولا ديال القيام اولا ديال بزاف ديال الحوايج. وباننا نحيدوا من الغيبه والنميمه والهضره ديال الناس بالخير ولا بالزوين. وكذلك حاولي تنقصي شويه من لي فيديو ولا الافلام. حاولي بقى كما الا قدرتي تفرجي في فيلم واحد ماشي مشكل في الافطار، ولكن حاولي تنقصي من دوك الافلام. خليهم حتى يفوت رمضان، راه رمضان راه شهر دغيا غيسالي. حاولي دوك الافلام خليهم حتى كان يفوت رمضان وتفرجي فيهم الا بغيتي. الا ما بغيتيش بلاش منهم يكون احسن.
حاولي تسمعي الدروس الدينيه. الدروس الدينيه ديال شي واحد بحال قلتي كيعجبك الحديث ديالو كيدخل لك الخاطر ديالك، حاولي تسمعي ليه. حاول المهم الحديث ديال الاستغفار ديال رمضان، اي حديث حاولي تسمعي ليه باش تفهمي الدين ديالك وتفهمي شنو اللي عليك وشنو ما عليكش. يعني هاد رمضان راه فرصة، حاولوا تستغلوها أحسن استغلال. راه فرصة العمر، فرصة العمر. ديك الساعة أراه ما ديري إلا فات رمضان. شكرا لكم. كنتمنى أي واحد سمع لهاد لا فيديو يتبع هاد البرنامج، وغادي يلقى عليه واحد الخير اللي كبير بزاف، واحد راحة البال، واحد السكينة واستجابة الدعوات إن شاء الله. وكنتمنى لكم رمضان مبارك، يدخل لكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. شكرا لكم.